سؤال بنسمعه في كل مكان: ليه نقول لأ في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟ ببساطة شديدة عشان نوصل صح لازم نبدأ صح، وهنا بنتكلم عن طريقة توصلنا لدستور صح وإننا نتأكد إنه هيتعمل فعلا. مبدئيا كلنا متفقين إننا عاوزين طريق آمن وسريع لعمل دستور جديد. أكيد أنت متفق معايا على ده، سواء كنت موافق أو غير موافق على التعديلات الدستورية. والتحقيق ده المجلس الأعلى للقوات المسلحة شكل لجنة لتعديل الدستور برئاسة مستشار طارق البشري، وده علشان ترسم التعديلات دي طريق آمن وسريع لعمل بلد ودستور جديد. وبعد 10 أيام ظهرت التعديلات، وظهر إنها مش هتكون طريق آمن وسريع لعمل دستور جديد زي ما كنا منتظرين. وعلشان المدة كانت قصيرة فيا دوبك الناس دخلت بسرعة في نقاش ومقارنة أسرع بين مزايا قبل التعديلات ومزايا بعد، وبقى في اختلاف بين موقفين: موقف نعم وموقف لا. موقف نعم علشان استقرار وامان سريع، وعلشان ما نوقعش في فراغ تشريعي، وعلشان انها لغت الطوارئ، وعلشان انها عدلت الماده 73، وعلشان انها خطوه لقدام. موقف لا بيقول لا للتعديلات الدستوريه علشان ما يرجعش دستور فقد شرعيته، علشان ده اسمه ترقيع غير كافي، علشان ما عدلتش صلاحيات الرئيس، علشان هتعمل الالتفاف على الثوره. لكن مش هي دي المشكله. المشكله ان لو وافقنا على التعديلات دي هنخش في متاهه وسكه طويله معقده. علشان نفهم ده تعالوا نقارن بين السكتين: سكه لا للتعديلات الدستوريه وسكه نعم للتعديلات الدستوريه، ونشوف ايهما هتوصلنا بسرعه وامان ودستور حر جديد. إذا اخترت نعم للتعديلات الدستورية يبقى البلد هتمر بانتخابات برلمانية، انتخابات رئاسية، برلمان هيختار لجنة الدستور، كتابة الدستور، ثم استفتاء على الدستور، ثم انتخابات برلمانية، فانتخابات رئاسية جديدة، فنهاية المرحلة الانتقالية بعد 8 مراحل. أما إذا اخترت لا هيكون في إعلان دستوري وانتخاب جمعية تأسيسية، ثم كتابة الدستور، فاستفتاء على الدستور، فانتخابات برلمانية، فانتخابات رئاسية، فنوصل لنهاية المرحلة الانتقالية بعد 6 مراحل بس. لما تقارن هتلاقي إن سكة نعم هتدخلنا في متاهة لو حصل لخبطة أو رفض في استفتاء أو تغير ظروف، وكمان أطول في المراحل، وده مش أمان واستقرار، وأكتر تكلفة بإن أنت بتعمل أكتر من كذا انتخابات، وده مش اقتصادي. اما سكه لو قلت لا للتعديلات الدستوريه فهي اكثر كفاءه، اقل في الجهد والتكلفه، بتعمل دستور جديد من دلوقتي في زخم الثوره، وبتمنع اي التفاف على الثوره، وافيد لمصلحه البلد والاقتصاد والامن. علشان كده هقول لا للتعديلات الدستوريه، وانا مش لوحدي، كل دول بيقولوا لا للتعديلات الدستوريه. لا للتعديلات الدستوريه. طبعا هروح يوم السبت وهقول لا. انا هقول لا للتعديلات الدستوريه. هقول لا عشان انا عايز دستور جديد. دستور جديد هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تحمي المستقبل. علشان خايف لو ما بدأناش النهارده على نظافه ممكن عمرنا ما نقدر. لن اصوت لصالح التعديلات. اني مؤمن بنظريه وجع ساعه ولا كل ساعه. انا هشارك يوم السبت 19 في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه وهقول لا. اهم ما يريده الشعب المصري ويحتاج اليه هو دستور جديد. هتودينا في الاتجاه الخطأ. لا هتمشينا على طريق الديمقراطية. لو قلنا نعم معناها ان احنا بنقول نعم ل8 انتخابات الفترة اللي جاية دي. فين الاستقرار؟ انا هصوت بلا عشان ابقى بحقق على الاقل احد مبادئ الثوره اللي هي نادت بيها اللي هي العداله. الانتخابات البرلمانيه يجب ان يترك لها الوقت الكافي حتى تستعد الاحزاب الجديده والقديمه. انا النهارده بدل مش متاكد انه صح يبقى 1000% لا. انا رايح اقول لا. انا هقول لا للتعديلات الدستوريه. لو قلت الدستور اللي سقط بفعل الثوره هيرجع تاني للحياه. دستور 71 اللي هو ضد المبادئ الاساسيه لثوره 25 يناير. وده الحقيقه مخيف جدا لان الدستور ده مش بيتعامل مع الرئيس على انه مجرد رئيس يعني موظف في الدوله، انما بيتعامل معاه على انه حاجه تانية كلنا عارفينها. فالنعم دي مش هتؤدي بينا الى بر الامان ولا هتنفعنا. انا هقول لا. هقول لا للتعديلات الدستوريه. مهم جدا انك تنزل وتشارك يوم السبت. ان يبقى عندك صوت وتكتمه في المرحله دي بقت جريمه ترقى الى مرتبه الخيانه. انا اكيد هقول لا. لا. لا للتعديلات الدستوريه. لا. 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 لا طبعا. لا. لا. سأصوت بلا. انا هقول لا. لا. لا.